يا مساء الخير عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده كده ميعادنا مع وصفه مميزه جدا، جايه من قلب المطبخ التركي، بس بقى بطريقتنا احنا كده المصريين اللي كلنا بنحبها. لو انتم من عشاق المعجنات والفطاير ركزوا معايا جدا، يعني احنا داخلين على وصفه تحفه بجد، وطعمها يجنن. تنفع في الحفلات بقى بتاعه عيد الميلاد، في النوادي بقى معانا كده واحنا رايحين ناخدها في اللانش بوكس. حتى تنفع كده في اللانش بوكس للمدرسة للولاد وهم رايحين كده، لما بإذن الله كده ربنا يزيح عننا الترم الطويل ده كده ويخلصوا ونبتدي ترم جديد من الدراسة إن شاء الله. كده ربنا يجعلها أيام خير علينا وعلى ولادنا يا رب. النهاردة بقى كده هنعمل ازاي مع بعض عجينة طرية مختلفة جدا، ازاي نسيبها تخمر صح عشان تدينا النتيجة اللي احنا شايفينها قدامكم كده، ونطلع فطاير قمر بالشكل ده. كمان يعني تقدروا تستخدموها في حشوات كتيرة جدا، يعني مختلفة بقى، حشوات جبن، حشوات فراخ، حشوات تونة، لحوم مدخنة، لحوم مصنعة، اي حاجة انتوا عايزينها. هي النهاردة الحشوة بجد فعلا مميزة، العجينة مميزة، الوصفة كلها مميزة. انتوا شايفين يعني العجينة عاملة ازاي؟ كمان يعني دي انا يا دوبك كده كنت لسه مخمراها، ما كانتش كمان خمرت او ارتاحت، تحفة. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. انا هنا معايا كوباية الا ربع من اللبن، وهسيب الربع الباقي، يعني كوباية كده من اللبن عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقتين كده كبار من السكر. اقلبهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين، واسيبهم يخمروا مع بعض خالص في مكان دافي. خلاص خمروا، اكون مجهزة بقى 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وكمان معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. احط على البولة بتاعة الخميرة حوالي نص علبة زبادي او علبة زبادي صغيرة، وتلت كوباية زيت. اقلب كله مع بعضه، وبعدين انزل بخليط المواد الجافة اللي هو الدقيق والباودر والملح. يعني اعجن كله مع بعضه كده، هيتكون عندي عجينه تحفه. انا اديتها كده ما رحمتهاش، اديتها كده على الرخامه لحد ما قالت يا بس. تقدروا طبعا تستخدموا العجانه زي ما انتوا عايزين. هي كده العجينه كانت طيعه وحلوه جدا، المقدار مظبوط، السوائل مظبوطه، كل حاجه كانت مظبوطه. وطبعا على حسب كميه الدقيق بتاعتنا، لو احتاجت الربع الباقي من كوبايه اللبن تمام، يعني حطوها زي ما تكون قوام كده العجين مظبوط في ايدكم، يعني على حسب نوع الدقيق. انا كده خلاص خمرتها، جبتها بقى كده وارتاحت، فردتها كده على المفرش بتاع العجن او المفرش بتاع الخبز بتاعي. تقدروا طبعا ترشوا كده رشه دقيق على الرخامه، وتبداوا كده تشتغلوا بالعجينه بتاعتنا. المهم كده ما بين كل خطوه والتانيه ان احنا نريحها كده علشان تبقى سهله الفرد، وتقدروا تفردوها تعملوا فيها الاشكال التانية. مش شرط ان انتوا تعملوا الاشكال اللي انا عاملاها دي او نوع من انواع الفطاير اللي انا عاملاها دي، تقدروا تستخدموها في كافه انواع المعجنات، يعني بيتزا، كمان الميني بيتزا، اي انواع معجنات انتوا تتخيلوها. العجينه تحفه وهشه وطعمها يجنن. انا جبتها كده، فردتها مربع كده كبير، وبعدين ابتديت ان انا اقطعها بقطعات العجين اللي هي الدائريه. يعني هي دي العجينه، مش موجوده عندكم بظهر كوبايه واشتغل، يعني اي حاجه كده تطلع لنا الشكل ده. باقي بقى العجينه هسيبه كده في جنب لحد ما اريحه. حتى يعني انا يعني المفروض العجين انا عشان شلته يعني يعتبر يبقى قاسي شويه معايا، لا والله هو كان تحفه كمان. فسبته كده على جنب على بال ما اخد القطعه التانية. حطيته على الصينيه بالشكل الدائري زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى ان انا عشان اقلبه الناحيه التانية لازم ادهن كل قطعه من القطع من الدوائر اللي انا عملتها لفطاير الجيب اللي انا عملتها دي، لازم ادهنها بمسحه كده من الزيت بالفرشه بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. ليه بقى؟ علشان لما اجي انا اتنيها الناحيه التانية لما تدخل الفرن ما يعني ما تعجنش على بعضها، لا يبقى في مساحه ان انا اقدر افتحها زي الساندويتش زي ما انتوا شايفين كده، ان انا اجيب الطرف الاول على الطرف التاني، فعملوا كده زي فطاير الجيب. انتوا شايفين العجينه عامله ازاي؟ يعني شكلها بتكلم على نفسها والله، كده تحسوا ان انتوا عايزين تاكلوها حاف. فهي كانت يعني نوع من انواع المعجنات السهله الخفيفه جدا اللي ما خدتش وقت. اهم حاجه بس التكنيك بتاع العجن، يعني ان انتوا تريحوها وتسيبوها تخمر صح، بعد كده اي عجينه تبقى ناجحه معاكم. كمان نسبة السوائل بتعتمد برضو على ان العجينة تبقى ناجحة معاكم. كمان انا هنا في الفيديو يعني برضو شكلتها بقطعة دائرية كبيرة، يعني تقدروا تعملوا فطاير جيب صغيرة، الحجم الصغير، الدوائر الصغيرة، وتقدروا تعملوا بقطاعة كبيرة. سبتها بقى تخمر. طبعا كونت كده خليط من الكريمة وصفار البيضة. مفيش كريمة مفيش صفار بيضة، شوية كده حليب عادي برضو هيدوا نفس النتيجة. مفيش ده ومفيش ده، اعملوا خليط من الحليب البودرة
البودره، وايه ابتدوا ان انتوا خلوه كده زي قوام العجينه السايله، يعني اسقوه كده شويه ميه بشويه ميه، ده بيخلي فعلا وش العجينه تحفه وبحمر على طول، يعني بيخلي لونها فعلا مميز جدا. انا بقى يعني ايه حبيت ان انا ازود النكهه بتاعتها كده، رشيت على شويه زعتر وشويه سماق وشويه سمسم، فادوني اللون الجميل ده كده. دخلتها على فرن حامي على درجة حرارة 225 أو أعلى درجة من الحرارة. فرن طبعا ساخن مسبقا. أنا طالما عجنتها كويس وخمرتها كويس مرتين، مرة قبل التشكيل ومرة بعد التشكيل، خلاص هي خدت راحتها في الفرن، فبتطلع هشة كده وجميلة وتحفة. طلعت كده من الفرن، يعني اديتها كده بخة مية، وبعدين بقى ابتديت ان انا اشكل الحشوه بقى. يعني خلونا نتكلم عن الحشوه شويه. تقدروا تستخدموا اي نوع من انواع الحشوات اللي انتوا عايزين، تقدروا تستخدموا تونه، تقدروا تستخدموا خليط من انواع الجبن او الميكس الجبن بقى، وكمان قطع الاستريبس زي ما انتوا عايزين. يعني الحشوه دي حاجه كده ترجع لكم. تقدروا تستخدموا بس نوع من انواع الجبنه وقطع الخيار معاها او الطماطم معاها، هي في كل حالاتها طعمها تحفه. انتوا شايفين يعني هي بتتكلم عن نفسها. كمان إضافة الزعتر أو السماق ادولها طعم جميل جدا. وكمان خليط اللي أنا عملته بتاع اللبن البودرة أو الكريمة وصفار البيضة، ده بصراحة بينقلها نقلة تانية خالص من الحمار بتاعها بتاع وشها، بيعطيها لون ذهبي كده. وانا قلت لكم تقدروا تستغنوا عن كل ده وتدهنوا بلبن بس كده، ومعاه شوية لبن بودرة، يعني زي ما انتوا حابين. انا بس عشان يعني بعمل كميات فعادي، يعني الكريمة بحطها في اي وقت، فدي حاجة ترجع لكم على حسب المتوفر وعلى حسب ما انتوا عايزين. دي كانت وصفة النهاردة، نوع من انواع الفطاير التركية، فطاير الجيب، طعمها يجنن وتحفة. انتوا شايفين كده الكبيرة والصغننة، تنفع في اللانش بوكس، تنفع في النادي، تنفع في اي وقت، طعمها يجنن. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويا رب اكون فدتكم في وصفة النهاردة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. انا ديجا، باي باي.